كيفاش موعد من تطبيق تيندر مع واحد الشخص غريب يقدر يبدل حياة بنت كاملة ويخلي العالم كله يتكلم على القضية ديالها. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم على قصة غريس ميلين وشنو وقع ليها ملي وصلت لنيوزيلاند وكيفاش اختفت بين ليلة وضحاها وشكون السبب في الاختفاء ديالها. لكن إذا كنتي مهتم أو مهتم بهذا النوع من المحتويات ما تنساش دير متابعة وجيم وتعليق باش يظهر لك دائما الجديد. غريس إيمي روز ميلين تولدت في إسكس في لندن في 1996. هي بنت وسط زوج ولاد. كبرت في بيئة مليئة بالحب والاحترام، والديها كانوا كيبغيوها وخوتها كذلك. كانت معروفة في المحيط ديالها بأنها اجتماعية وحيوية ومحبة للحياة والسفر، ومتعلقة أيضا بالفن والإبداع. تخرجت من جامعة لينكولن، كانت عندها شهادة جامعية بالإشهار والتسويق. بعد ما خدات الشهادة الجامعية ديالها قررت دير أجاب يور، بحال اللي نقولوا كانت غدير بوز باش تعيش المغامرة ديالها اللي كانت كتخطط لها لسنوات وكانت كتجمع لها الفلوس باش تعيشها، واللي هي السفر حول العالم. بحال كانت محتاجة لفترة نقاهة باش ترتاح من بعد تنطلق في مسيرتها المهنية. كذلك كان معروف عليها كدير الخير وكدير الإحسان بزاف، فقبل ما تسافر قطعات من شعرها اللي كان طويل بزاف وتبرعات به لواحد الجمعية باش يديروا بيريك للأطفال المصابين بالسرطان. غريس غادي تبدا الرحلة ديالها من بيرو. 19 نوفمبر غادي توصل غريس لنيوزيلاند وغادي تدوز 11 يوم بوحدها. من بعد غادي تقرر تمشي لأوكلاند وغادي تجلس في واحد لوبيرج سميتو بيس باك باكرز في كوين ستريت. كانت في غرفة مع مسافرين آخرين. السبت بالعشية اللي هو غادي يصادف لو 1 ديسمبر 2018 غريس غادي تمشي تلاقى مع واحد الشاب تعرفت عليه في تطبيق تيندر. غادي يمشيو لواحد البار سميتو سكاي سيتي كما كتشوفوا في الكاميرا شداتهم. من بعد غادي يمشي لواحد مكسيكان ريستورانت غادي ياكلوا. غادي تلاحظوا واحد التناغم بيناتهم بحال كيعرفوا بعضياتهم من قبل. من بعدها غيمشي واحد البلاصه سميتها بلو ستون روم غادي يكملوا السهره ديالهم. هاد الاثناء غادي تشوفوا غريس غادي تهز التليفون ديالها وغتصيفط ميساج لصاحبتها امونه وغادي تقول لها اي كليك وذ هيم سو ويل، بحال اللي كتقول زعما تفاهمات معاه بزاف مع هاد الشاب اللي تلاقات به في تيندر. وللاشاره هاد الشاب هو جيسي كيمبسون وكان في العمر ديالو 26 سنه. مع 9:30 جيسي غادي يقنع غريس انها تمشي معاه للغرفه ديال لوطيل اللي كان فيه. غادي تشدهم كاميرا المراقبه ديال لوطيل. بما انه كانت بيناتهم واحد الكيمستري فغريس ما تردداتش ووافقات. واي واحد غادي يشوف الفيديو غادي يقول انهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم قبل وان بيناتهم علاقه، يعني كانت قبل ماشي هذه اول مره غادي يتعارفوا. لغد ليه السبت 2 ديسمبر كان عيد ميلاد غريس، وعائلتها والأصدقاء ديالها كيتواصلوا معها باش يهنيوها بالعيد ميلاد ديالها، ولكن ما كتردش وما كتجاوب حتى شي واحد وماشي من العادة ديالها. بعد محاولات عديدة بالاتصال بغريس، والدين غريس غادي يتأكدوا بلا بنتهم وقعت لها شي حاجة. فهنا غادي يسينياليو للشرطة في أوكلاند وغادي يقولوا لهم على الاختفاء ديال البنت ديالهم. الشرطة غادي تواصل مع لوبيرج اللي كانت فيه غريس وغادي يأكدوا لهم بلا غريس ما رجعاتش من العشية ديال لو 1 ديسمبر. البوليس ما شكوش بما انه اغراضها كانت مازال كلها في الغرفة، فربما قالوا مشات عند شي حد وجلسات معاه ونسات ترد على العائلة والاصدقاء ديالها. لكن بالرغم من ذلك الشرطة ما غاديش توقف البحث ديالها وغادي تبقى تقلب كاميرا المراقبة اللي كاينه في المدينه وغادي تشوف اخر واحد غادي تظهر معاه غريس هذيك الليله، ومن بعد غادي يغبر ليها الاثار. اخر واحد هو جيسي. دابا غادي نرجعوا للكاميرا المراقبه ديال لوطيل اللي شدات جيسي نهار الثاني من بعد الاختفاء ديال غريس، وهو غادي المغازان قريب حدا لوطيل وغادي يشري اون فاليز. من بعد غادي يولي يخرج من لوطيل وغيمشي للمغازان باش يشري مستلزمات التنظيف.
من بعد غادي يولي يخرج من الاوتيل وغادي يشد تاكسي وغادي يمشي لاجونس ديال كراء السيارات وغادي يكري سياره تويوتا كورولا حمراء. من موراها غادي يمشي يكري واحد لا ماشين ديال نيطواياج ديال لي طابي وغادي يقول لهم في الريسبسيون ديال الاوتيل بانه عنده دي طاش غوج ديال الشراب في الطابي ومحتاج هذيك لا ماشين باش ينيطوايهم. او ميم طو غادي يمشي يدوز ليه يهز الشاريو اللي كيكون في الاوتيل باش يدير فيه لي فاليز وغادي يدير فيه دو فاليز ديالو. كما كتشوفوا لاسانسور معافر مع داك لي فاليز لانهم ثقال كيقادهم باش يمشي يخرجهم يديرهم في الطوموبيل ديالو. في خدام هاد الروينه والاختفاء ديال غريس غادي يبان لنا جيسي في الكاميرا غادي يتلاقى مع امراه اخرى غادي يكون تعرف عليها ايضا من تطبيق تيندر. غد ليه مع 7 غادي تكون بالا هي اخر حاجه غادي يشري جيسي. 5 ديسمبر غادي يمشي للمصبانه يصبن حوايجو اللي كان لابس ربما مع اللقاء ديالو مع جيسي وغادي يديهم يرميهم في الزبل. من بعد تحريات ديال الشرطه وهي كتشوف تسجيلات كاميرا المراقبه غادي تلتحق بجيسي في الاوتيل اللي كان فيه. وهنا كيبان لينا جيسي كان جاي هو غادي يشوف الشرطه واقفه في الريسبسيون غادي يولي يدير دومي تور وغادي يمشي في حاله ولكن الشرطه غادي تلتحق به او لا غادي تستدعيه ساعتين من بعد في مركز الشرطه. الشرطه غادي تستجوبوا بما انه هو اخر واحد غادي يكون تشاف مع غريس وغادي يقول لهم بالفعل بانه هو تلاقى معها وكان الموعد جد رائع وما كانت شي حاجه غريبه فيه. تسالى بعناق وقبله في الجبهه وغادي يتعشاو مع بعضياتهم من بعد كل واحد غادي ياخذ الطريق يعني ما مشاتش معاه حتى شي بلاصه تفارقوا في النص ديال الطريق الا ان الكاميرات بينات حاجه اخرى. بما انه لحد الان ما كان حتى شي دليل ملموس فالشرطه غادي تولي تطلق جيسي. في هذا الاثناء غادي يطلعوا الغرفه اللي كان فيها جيسي في الاوتيل وهنا غادي يكتشفوا الصدمه. غادي يرشوا محلول لومينول وغادي تبان لهم الارضيه كلها مغطيه بالدم. هذا اللومينول هو ماده كيستعملوها محللي الجرائم كيرشوه في البلاصه اللي كيكون فيها الدم حتى الا كان تمسح فهذيك اللومينول كيخلي هذيك البلاصه كتشعل بالضوء فاش كيطفيو الغرفه كتشعل بالضوء يعني هذاك هو اثر ديال الدم واخا يكون ممسوح واخا يتمسح ما رتباش كيبقى لي طاش ديال الدم باينين فاش كيرشوا داك المحلول. 8 ديسمبر غادي يولي تشد جيسي وغادي يحققوا معاه وهاد المره غادي يولي يقول فيرسيون واحده اخرى وقال لهم فعلا بالله غريس هذيك الليله طلعت معها الغرفه وبانهم مارسوا الجنس العنيف. من بعد حيت كان شارب بزاف مشى للحمام وداه النعاس في الحمام لغد ليه منين فاق حل عينيه لقى غريس جثه هامده يعني فوق الفراش والدم سايل لها من يفها فهو بقوه الخلعه تخلع ومشى هزها ودارها في فاليز ودارها في طوموبيل ومشى دفنها خارج المدينه في واحد الغابه. جيسي ملي كان عنده 9 سنين والديه تفارقوا وبقى عايش مع الاب ديالو. من بعد مده الاب ديالو مشى تزوج ومشى عاش هو مع الجد ديالو فكبر في جو يعني متوتر بزاف والناس اللي كيعرفوا جيسي كلهم تيقولوا بانه كان يعني كذاب متمرس يعني كيكذب على اتفه الحوايج وبدون سبب فكان كل مره كيطلق شي كذبه غريبه. مره قال لهم بالله هو ولد عم ديال شي واحد في الفرقه ديال اول بلاكس ريغبي. مره قال لهم بالله هو فيه السرطان وغادي يموت. مرة كذب على واحد رجل كان كاري لواحد الشقة وقال له بالله هو بروفيشنال سوفت بول بلاير يعني كيلعب مع فرقة رسمية وبالله هو سنا عقد مع نيوزيلاند ناشيونال سوفت بول تيم وقال له بالله كيتسنى فلوس ديال داك العقد باش يخلصوا خلصوا زعما على الفلوس ديال الكرا ديالو. وحتى الخدامي اللي كان كيخدم كان كيفقدهم بسهولة لأن الكذوب اللي كان كيكذب يعني كذوب غريب كيكذب بدون أسباب. بالعربية تعرب تخونا بسيكوبات ومريض. الشرطة غادي تلقى الجثة ديال غريس للأسف في واحد الغابة خارج المدينة مدفونة في فاليزة. 10 ديسمبر لوتوبسي غادي تأكد بلا غريس ماتت مخنوقة وعندها كدمات في ذراعها وعنقها. وتم الحج على الهاتف ديال جيسي ولقاو أنه في الليلة توفات فيها غريس لقاو دار بحث على المواقع الإباحية ولقاو عنده بعض الصور ديال غريس وهي جثة هامدة.
محامين هيئة الدفاع جيسي حاولوا يلقاو مبررات كالعادة، وقالوا بلا موت غريس هو ناتج عن ممارسة الجنس العنيفة، وأن غريس كانت كدير هذه الممارسات قبل ما تلاقى بجيسي، غير هذه المرة الأمور تقلبات، وأن جيسي كان اون بانيك من بعد ما استوعب أن هذا الشيء أدى لوفاة غريس. بالرغم من هذه الادعاءات 22 ديسمبر 2019 جيسي غادي يتحكم وغادي يكون متهم بالقتل من الدرجة الأولى، وغادي يتحكم بالمؤبد. ديفيد الأب ديال غريس غادي توفى سنة 2020 بمرض السرطان للأسف، وهادشي ناتج على الصدمة اللي كلاها من موت يعني ديال البنت ديالو بهذه الطريقة. نيوزيلاند هي بلاد آمنة نسبيا، ومعدلات الجرائم منخفضة مقارنة بالبلدان الأخرى، لهذا هذه الجريمة كان الوقع ديالها ثقيل على مسامع السكان، فخرجوا في مظاهرات وقدموا اعتذار لعائلة غريس. قالوا بأن غريس كانت من المفروض دوز عطلة رائعة بما أنها في بلاد آمنة، لكن الأمور انقلبت بطريقة خايبة للأسف. كذلك السلطات سلطت الضوء على هذا النوع ديال التطبيقات ديال التعارف اللي كتكون كتهضر فيها انت مع شخص ما كتعرفوش، فما بالك تخرج معاه وتمشي معاه الاماكن يعني ما كتعرفوش هو واش انسان سوي، واش هو انسان مريض، واش كياخد شي دواء، واش عنده شي خلفيه يعني شي طفوله صعبه، واش بزاف ديال الاسئله. فالحيطه والحذر دائما واجبه. المحاكمة ديال جيسي حضروا فيها ضحايا اخرين من غير غريس، غير هما هاد الضحايا قدروا يفلتوا بأرواحهم. من بين الضحايا كانت هذيك السيدة اللي تلقات به في اليوم الثاني من الاختفاء ديال غريس، وقالت لهم بالله يعني كان كيهضر في شي مواضيع اللي غريبه، وكان كيقول لها انا عندي صحابي بوليس، وانا كيهضر لها على الجثات وعلى الموت، وكيذكر لها شي قصص اللي يعني تخلعت منه، حتى لدرجه انها ما قدرتش تطلع معاه في الطوموبيل، وبقات يعني كتسلك معاه حتى تفكات منه وما ولاتش رجعت شافته مره اخرى. كانت هذه قصتنا ديال اليوم، نتلاقاو في حلقه جديده، سلام لكم.